ايه بقى فايدة اننا نصحى بدري؟ اول حاجة طبعا اننا هنصلي الفجر في وقته، ودي اهم حاجة في الدنيا. في ناس هتقولي طب الفجر بيأذن الساعة 4:30، هل انا كده ابدأ يومي بعد صلاة الفجر على طول ومرجعش انام تاني؟ الاجابة لا طبعا، صلوا الفجر وارجعوا ناموا تاني عادي. طبعا معظمنا عارف معلومة ان النوم المتقطع افيد من المتصل، يعني اننا ننام عدد الساعات اللازمة لينا والمفيدة لينا بشكل متقطع مش بشكل متصل، يعني ما ننامهمش كلهم مرة واحدة. من 10 بالليل ل6 الصبح مثلا ننام ونصحى نصلي الفجر ونرجع ننام تاني، هنستفاد اكتر. وركزوا في الحتة دي علشان هنتكلم فيها تاني بعد شوية. تاني افادة، هنفطر كويس. في ناس كتير لما بتصحى متأخر مش بتلحق ان هي تفطر، فبتاكل اي حاجة كده بسرعة، طبعا مش بتكون عندها وقت تعرف هي صحية ولا هتضرها. بتفطر اي حاجة وتنزل تروح الشغل او تروح الجامعة او حتى المدرسة، او في ناس مش بتفطر اصلا، بتكنسل وجبة الافطار، وطبعا ده كله غلط تماما ومضر لصحتها. النوم بدري والاستيقاظ بدري هيخلينا نتناول وجبة الافطار الصحية بتاعتنا، اللي هي بتعد اهم وجبة في الوجبات اللي بنتناولها خلال اليوم. توفير الوقت، طبعا هيكون عندنا وقت اكتر من اللي بيكون عندنا لما نصحى متأخر. زيادة النشاط، اكيد هيكون عندنا طاقة ازيد. المحافظة على الصحة، ودي حاجة مهمة جدا. احنا بنروح الشغل في وقت محدد وبنرجع منه برضه في وقت محدد، نفس الكلام اللي بيعمله جسمنا، بيشتغل على حسب الساعة البيولوجية بتاعته. فلما ننام بدري ونصحى بدري ده هيثبت الساعة البيولوجية بتاعتنا، فبالتالي هتحمينا من أمراض كتير زي أمراض القلب وأمراض الدماغ، واللي سببها أحيانا بيكون الساعة البيولوجية. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل. أقول لك إن جلطة القلب 80% الساعة 8 الصبح. يا الله. والمخ 80% الساعة 8 الصبح. فراجل ألماني بيشرح، ألماني لا علاقة له بينا، فبيقول تفسير هذا، فقال لي حضرتك لما بتنام بالليل الدورة الدموية بتبطأ، طبعا بيجلط الدم. كيف تحافظ عليه؟ انك تضيق الشرايين، الدم يفضل ماشي بدل ما يمشي في حتة واسعة ضيق يمشي بأقوى. ففي مادة بتطلع أول ما أحط راسي على المخدة، المادة تطلع تضيق 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 في شرايين. 8 الصبح أسوأ وقت للضيق تحصل الجلطة. حلو. الألماني قال ما عدا اللي يقوم وينام، ما عدا اللي يقوم وينام تاني. الله أكبر. يكسر المادة دي يبقى 8 الصبح فيري سيف، مفيش أي مشكلة عنده. والله يا شيخ خالد أنا كنت في المؤتمر ده بكيت وطلعت سجدت. الصلاة خير من النوم. اللهم صل على رسول الله. اعتقد بعد الفيديو ده هتكونوا عرفتوا ايه فايدة النوم المتقطع، وليه اخر حتة في اذان الفجر الشيخ بيقول او المؤذن الصلاة خير من النوم.